ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كما كتشوفوا معنا واحد الإشارة هنا، إشارة كرسي. هو هذا اللي كيبان لكم من هنا. نقربوا من هذه الإشارة باش نشوفوا شنو كاين على السطح ديال يعني هذا الكرسي. كما كتشوفوا عندنا بعض الجرون يعني متقونة، يعني عندنا جرن فيه أكثر من 10 سنتيمتر تقريبا، فيه واحد 12 سنتيمتر، وفي الجانب ديالو جرن آخر يعني في الحجم ديال هذا واحد 2 سنتيمتر، وكاين واحد الجرن تثبيت كما كتشوفوا هنا فيه واحد سنتيمتر على اكثر، يعني جرن تثبيت. كنجيو يعني لهاد هنا هاد التكايه نتاع المقعد هنا، نطلعوا فوق منها كما كتشوفوا هنا يعني على شكل جرة حفر، هي هادي على شكل جرة حفر. وفي الجانب ديالها كاين واحد المربط، هو هذا مربط. غنشوفوا في الجانب ديالو شنو كاين. كما كتشوفوا يعني هذا المقعد يعني نشوفوا شنو كاين الامام ديالو بالضبط. كاين واحد الاشاره تاع يعني ما كتبعدش عليه بواحد 4 متر او 5 متر تقريبا. كاينه اشاره عندها 3 اتجاهات كما كتشوفوا، هي هذه عندها اتجاه كيشوف لهذا الامام يعني للوراء الخلف، وعندنا واحد السيال ضعيف كيشوف لهذا المكان، وعندنا اشاره اخرى على شكل سيال كتشوف لنا لهذا المكان بالضبط تحت هذه البريه هذه. غادي نقربوا من هذا الاتجاه نشوفوا شنو كاين. وانا 100% كنعطي يعني كاين شي هدف غيكون تحت هذه البريه. كما كتشوفوا قريب من البريه كاين بعض الجرون على شكل يعني جرون على شكل جرار، هذه على شكل جره يعني متسلسله كما كتشوفوا، متقونه حتى في الحفر ديالها، يعني جات بينها وبين الاشاره كما قلنا واحد 3 متر. هنا كاين منحدر في واحد الخربه، كاينه خربه الا كتبان لكم من هنا كيبانوا الاسوار ديالها، باقي الاسوار ديالها باينين كما كتشوفوا، واحد 2 3 الاسوار خربه ومنحدر. نشوفوا الاتجاه الاخر، انا كنشك يعني هذا هو الهدف غيكون هنا 100% تحت هذه البريه. لكن نكملوا الحديث ديالنا ونكملوا الاشاره ديالنا ونشوفوا التوجيهات الاخرى فين غتوصلنا. تبعنا هذا الاتجاه كما قلنا الامام اللي فيه هذا السيال هذا وجهنا للبريه نيشان. بقى لنا هذا السيال هذا اللي اسفل يعني تاع الاشاره، غنشوفوا كيشير لنا لهاد الشجره هذه. نشوفوا شنو كاين في هذا الاتجاه اللي عطانا. ربما تكون شي مغاره هنا مغلوقه ماشي بعيد. كما كتشوفوا المكان هو هذا، يعني جا في واحد المنحدر. هذه مغاره 100%، مغاره مسدوده كما كتشوفوها، مغاره مسدوده واحد الصخره. غادي نقربوا لها الصخره ونشوفوا شنو كاين. بسم الله. كما كتشوفوا الصخره هي هذه والمغاره هي هذه، يعني الهدف 100% غيكون في هذا داخل المغاره. اما الاشارات الاخرين ربما تمويهيه، والهدف غيكون داخل هذه المغاره هذه. مغاره يعني مسدوده بواحد الصخره كبيره الحجم. شوفوا واش كاين شي اشاره اخرى. ما عندناش كنديروا ندخلوا لذاك المكان. كاينين الافاعي هنايا، والصيف هذا كيكونوا الافاعي بكثره. لهذا انا كنعطي 100% غيكون الهدف هذا داخل هذه المغاره، يعني من بعد ما ينزل التنازل نتاع هذه الصخره هذه غتبان المغاره او الباب د المغاره.